السلام عليكم. في الوقت اللي انتوا بتدوروا فيه على ليله القدر بين الليالي، في عدو خفي جوه جيبك بيسحب منك الليله دي وانت مش واخد بالك. الموبايل اللي في جيبك ده هو الحرامي المحترف اللي سرق منك خشوعك في الصلاه وهدوء قلبك في الذكر، وضيع عليك ساعات كانت كفيله تغير قدرك بالكامل. انا مش جاي النهارده عشان الغي لك التكنولوجي، انا جاي اقول لك ازاي تسترد السياده على وقتك اللي بيتنهب منك وانت مش واخد بالك. جاي اقول لك ازاي تفصل فيشه الدنيا وتوصل فيشه السماء في اغلى ايام في السنه كلها. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها في السلسله دي، فاتمنى انك بجد تسمعني، تسيب اي حاجه شغلاك، والخسران فعلا هو اللي هيسمع الفيديو ده وما يتغيرش بعد ما يسمعه. فيا صديقي، لو وقتك رخيص عندك اعمل سكرولينج وكمل وما تسمعنيش، اما لو وقتك اغلى ما تملك فركز معايا كويس قوي في الكلمتين دول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: اياما معدودات. معدودات يعني الوقت بيجري زي البرق، والموبايل هو العدو الاول للبركه دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتزل كل حاجه في العشر الاواخر وبيتفرغ كاملا لربنا سبحانه وتعالى، واحنا النهارده بجد يا جماعه محتاجين اعتزال رقمي. تخيل انك تكون في خلوه مع ربنا سبحانه وتعالى ويجي اشعار تافه يشغلك او يخرجك من خلوتك، فيديو ملوش لازمه او رساله من حد صاحبك بيهزر معاك فيها. بالله عليك يا راجل، هل يعقل ذلك؟ تقطع خلوتك مع ملك الملوك عشان حاجه تافهه زي كده؟ انا عاوزك تفهمني، السر مش انك ترمي الموبايل، السر انك تحجمه، انت اللي تتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فيك. السلف الصالح كانوا بيقفلوا كتب العلم في رمضان عشان يتفرغوا للقرآن، انت متخيل؟ واحنا اولى ان احنا نقفل التطبيقات اللي ملهاش لازمه، او لو التليفون كله ملوش لازمه ليك في رمضان اقفله واستغل وقتك ده، لانك بجد هتندم على وقتك ده لو انت ما استغلتوش صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما تضحكش على نفسك، 95% من الحاجات اللي على السوشيال ميديا دلوقتي لا تعنيك في شيء، كلها حاجات تافهه انت بتهرب من الواقع من خلالها وديك بتضيع وقتك وخلاص. بس المحزن انك ما تعرفش ان ربنا هيحاسبك على الوقت ده، او بمعنى اصح انت عامل نفسك مش واخد بالك، عامل نفسك مش واخد بالك ان وقتك ده بيتسرق منك، عامل نفسك مش واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هيسالك ويقول لك انت ضيعت وقتك ده في ايه. تحداك دلوقتي انك تدخل على السيتنج بتاعت التليفون وتشوف استخدامك اليومي قد ايه. لو ما لقيتش استخدامك اليومي اقل من 7 او 8 ساعات ابقى انا راجل غلطان. جرب من النهارده تخصص صفر للساعات للموبايل، وساعات تانية تستخدمه للحاجات الضروريه اللي انت بتمشي بيها مشاغل حياتك. وطبعا لازم تستخدم موبايل في انك تسمع حاجه مفيده، تشوف تفسير آية أو فيديو يفيدك زي اللي أنت بتسمعني منه ده دلوقتي. خليك أنت القائد اللي بيتحكم في الموبايل بتاعك، مش مجرد موبايل مستهلك هو اللي بيسوقك. تذكر إن يوم القيامة هتتسأل عن عمرك فيما أفنيته، وما أظنش أبدا إنك هتحب إنك تكون إجابتك إن وقتك كله ضاع على التيك توك والفيسبوك في أطهر أيام السنة. الموبايل اللي في إيدك ده ممكن يكون جسر من خلاله تعبر إليه للجنة لو استغليته صح، في نفس الوقت ممكن يكون قيد بيشدك للأرض وأنت بتحاول تقرب من ربنا. خلي وقتك غالي عليك واعرف مصلحة قلبك فين. شحن موبايلك ممكن يخلص وتشحنه من جديد، بس شحن روحك في رمضان لو خلص هتحتاج سنة كاملة عشان تعيد شحنها من جديد. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي عينه هتقع من راسه من كتر ما هو بيبص في الموبايل. وطبعا ما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وما تنساش لايك وشير عشان تشاركني في الاجر والثواب. انا عبد الرحمن هلال، استنوني في حلقه بكره ان شاء الله، ورمضان كريم.